الديب ويب ده المكان المظلم الموحش على الإنترنت، المكان اللي محدش مسموح له يدخل عليه. الدخول هناك ممكن يكلفك كتير، وأحيانا ممكن يكلفك حياتك. في الفيديو ده هنحكي لكم قصة عن شخص دخل عالم الإنترنت المظلم، والرعب اللي حصل له هناك بسبب الديب ويب بعيد حتى عن الخيال. اسمي الحقيقي مش هقول لكم عليه علشان سلامة الشخصية، فخلينا نقول ان اسم سميث. الحكاية حصلت لي لما كان عندي 19 سنة. من وانا عندي 16 سنة كان عندي شغف كبير بالديب ويب، وحبي للعالم ده خلاني اقرر اكون هاكر. بعد فترة بقيت هاكر محترف، ومع الوقت بقت مهاراتي عالية جدا، وبدأت اخترق حسابات واعمل حاجات اكبر. مع الايام بقيت من اهم الهاكر في الانترنت، واتكلفت بمهام كتير، مهام اختراق وسرقة من حسابات بنكية، وكمان اختراق صفقات تجارية على الديب ويب. كل ما زادت المهام اللي بتجيلي كل ما زادت شهرتي وسمعتي. علشان كده سبت الدراسة وانتقلت لمكان تاني عشت فيه لوحدي، وبطلت حتى اتواصل مع اهلي لان عارف المخاطر اللي ورا الشغل ده، وما كنتش عايز اعرض حياتهم للخطر. برغم من كل المخاطر دي فضلت مكمل في المجال ده بسبب حبي ليه، لحد ما جه اليوم اللي غير حياتي للأبد. يوم 9 نوفمبر 2011 كنت وقتها عندي 19 سنة. جات لي مهمة اختراق صفقة تجارية بين مافيا روسية وتاجر أسلحة. عملت حساب مزيف على الديب ويب واتظاهرت اني تاجر أسلحة، وتواصلت مع المافيا الروسية. كل حاجة كانت ماشية بالظبط زي ما خططت لها، ونفذت المهمة واخدت الفلوس وسلمتها للعميل اللي كلفني بالمهمة دي، واخدت نسبتي اللي احنا اتفقنا عليها 10%. الموضوع كان غامض، ما كنتش اعرف مين اللي كلفني بالمهمة ولا هم حتى يعرفوني، وده هو الحال في الديب ويب، محدش يعرف هوية التاني. بعد ما خلصت المهمة جات لي رسالة من العميل، قال لي فيها: من الافضل لك انك تهرب. سألته: تقصد ايه؟ قال: احنا لعبنا مع المافيا الروسية، ودي من اخطر عصابات المافيا في روسيا، ودي كانت مهمة خطيرة محدش قبل كده قبلها، وصدقني لما لقيتك وافقت عليها ما كنتش مصدق، ودي اخر رسالة هبعتها لك لاسباب تتعلق بالسلامة. انت نجحت في المهمة، شكرا لك. فضلت افكر في الرسالة دي طول الليل، رغم خوفي زودت تأمين كل حساباتي، بس فضلت متأكد اني مش آمن 100%. عدى اسبوعين وكنت تقريبا نسيت اللي حصل، لحد ما وصلتني رسالة من نفس الشخص اللي كلفني بالمهمة، رغم اننا عادة ما بنتواصلش بعد انهاء اي مهمة. الرسالة كانت بتقول: زي ما لقيناهم هنلاقيك انت كمان، وزي ما خليناهم يعانوا هنخليك تعاني. اتأكدت ان الرسالة دي مش من نفس الشخص اللي كلفني بالمهمة، انما منهم، من المافيا الروسية. حسيت برعب شديد، قررت ان اغير مكاني فورا، وبعد يومين انتقلت لسكن جديد وبعيد عن السكن القديم. بعد ما وصلت للسكن الجديد وبعد يومين وصلني طرد بريد مع رسالة مكتوب فيها: احتفالا بانتقالك للسكن الجديد حابين نهديك، والكلمة الأخيرة مكتوبة بالروسي. عرفت إن الرسالة من المافيا الروسية، ورغم الرعب اللي كنت فيه فتحت الصندوق بحذر شديد، واللي كان فيه سبب لي فزع. كان فيه أجزاء من بقايا بشرية، إيد ورجل وعين. صرخت بأعلى صوتي وقعدت طول الليل من غير نوم. فضلت طول الليلة دي صاحي، لأني اتأكدت إنهم خلاص قدروا يوصلوا لي وعرفوا مكاني الجديد. تاني يوم رحت فندق، وفضلت اتنقل من فندق للتاني لحد ما لقيت مكان سري استخبى فيه. عدى اسبوع لحد ما وصلتني رسالة تانية:
بالرغم من كل الأصابع الموجودة لكننا ما قدرناش نعد المبلغ اللي سرقته مننا، بس معتقدين إنك تقدر تعده. والكلمة الأخيرة مكتوبة برضو بالروسي، ولما ترجمتها كان معناها عد سعيد. اضطريت افتح الصندوق للمرة التانية، ولقيت فيه 16 من الأصابع البشرية ملطخة بالدم ومكدسة فوق بعضها. صعقت من المشهد وحسيت ان دوري قرب وان حياتي وصلت لطريق مسدود. الحقيقة ما قدرتش ابلغ الشرطة لان ده كان معناه اني ببلغ عن نفسي. المرة دي غيرت الولاية كلها ورحت ولاية نيويورك، لان التنقل بين الشقق في نفس المكان ما بقاش آمن، وكل مرة يعرفوا مكاني. أخيرا وبعد بحث لقيت مكان مناسب أعيش فيه من غير ما حد يعرفني، أو على الأقل كنت فاكر كده. عدى شهر، كل حاجة كانت هادية لحد اليوم اللي رجعت فيه من بره البيت ولقيت جواب على الأرض قدام باب الشقة. فتحت الجواب وكان مكتوب فيه: من الوقت اللي كنت بتتنقل فيه كنا عارفين إن ما عندكش وقت. وآخر كلمة كالعادة مكتوبة بالروسي، واللي كان معناه إعادة التزيين. قمت وفتحت باب الغرفة، واللي شفته ما كانش يتصدق أبدا. بقايا أعضاء بشرية موجودة في كل مكان في الغرفة، إيد وأرجل معلقة في السقف، ودماء في كل مكان، وحتى أعضاء لأطفال. البيت كله اتحول لبيت رعب. وقعت على الأرض وأصبت بانهيار عصبي، دماغي مش قادر أفكر، لحد ما فجأة سمعت صوت ورا ظهري. الصوت خلاني اتجمدت في مكاني. بصعوبة قدرت ألف على مصدر الصوت. شفت راجل لابس قناع على وشه وبكل قوته ضربني بساطور في كتفي. كان لابس ماسك على وشه وكانت بنيته الجسدية قوية، وقال لي: اتلعبت مع الناس الغلط، رغم تناولاتك الكتير بس ده ما منعناش نوصل لك. كان لازم اجيبك واسلمك للمافيا، بس وانت اشلاء. رفع الساطور وجرى ناحيتي، بس بسبب الدم اللي نزل مني على الارض اتزحلق ووقع وراسه اتخبطت في حافة المدفأة بقوة. جريت بسرعة برا البيت وكان كتفي بينزف، وبسبب النزيف الكتير حسيت اني هفقد الوعي، بس اتحملت على نفسي. والمرة دي كان لازم اروح لمركز الشرطة لان ما كانش عندي اي حل تاني. الشرطة نقلتني فورا للمستشفى، وبعد ايام بدأت اتعافى، والشرطة بعتت لي فريق تحقيق وحكيت لهم على كل اللي حصل. فضلت تحت حماية الشرطة طول الايام اللي بعدها، لحد ما جه محقق وقال لي: انت محظوظ لانك هربت من ايد العصابة دي واحدة من اخطر عصابات المافيا، وعندهم سوابق كتير في القتل والتعذيب لأي حد يتعرض ليهم. قلت الحمد لله اني لسه عايش وما حصل ليش ولا حصل لأي حد من اهلي مكروه. في اللحظة دي ملامح المفتش اتغيرت وقال لي: انت مش عارف ايه اللي حصل؟ في حاجة حصلت انا مش عارفها؟ المحقق سكت لثواني وقال لي: الجثث اللي كانت بتجيلك في الطرود البريدية وأجزاء الجثث اللي تزين بيها بيتك كانت لأفراد عيلتك وأبناء عمومتك وحتى لجدك وجدتك. آسف، بس دي كانت محاولتهم علشان يقدروا يوصلوا لك. على مدار السنين اللي بعد كده فضلت عايش في حالة نفسية سيئة جدا، لأني كنت السبب في كل اللي حصل لعيلتي. ومن وقتها ما دخلتش تاني على الانترنت وبعدت عن المجال ده. وبنصح أي واحد إنه ما يحاولش ولا يفكر يوم إنه يدخل للمكان ده.